خبر حزين عن الفنانة مي عز الدين وحقيقة وفاة مي عز الدين بمرض السرطان. أخبار كتير انتشرت عن الجميلة مي عز الدين على صفحات السوشيال ميديا، وتصدر اسمها بكلمات محزنة من جمهورها ومن كل محبيها، وتساؤلات عن المرض اللي أصيبت بيه مي عز الدين، وإيه اللي قالته والدتها على صفحات السوشيال ميديا، وخروج صاحبتها إيمان أيضا وهي بترد على الجمهور بعد ما وصفوها إنها عملت عملية تجميل وإن ده سبب تدهور الوضع الصحي ليها. تابعونا كده نشوف التفاصيل، بس من فضلكم ادعموا الفيديو بلايك فضلا وليس أمرا، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد. هنوضح لحضراتكم حقيقة ما تداول على صفحات السوشيال ميديا عن الجميلة مي عز الدين، اللي ليها قاعدة جماهيرية تمتد الوطن العربي من جمهور بيحبها وبيسأل عنها باستمرار، وبيسأل عن غيابها عن السباق الرمضاني ب 2024، هل هتكون موجودة ولا لأ؟ وبعد ما انتشر أخبار إصابتها بمرض السرطان وتدهور الوضع الصحي ليها. مي عز الدين أول عمل قدمته كان مع الفنان محمد فؤاد برحلة حب، وأيضا اشتركت مع الجميلة يسرى بمسلسل أين قلبي، ومع الفنانة عبلة كامل ومنى شلبي وكوكبة كبيرة جدا من كبار نجوم الفن. قدمت فيلم كيمو أنتيمو، وقدمت أيضا أعمال جميلة جدا لحد ما وصلت لعمر وسلمى اللي شاركت بيه ب3 أجزاء، وحاز ونال على إعجاب كبير جدا من جمهورها ومن كل محبيها. مي عز الدين من مواليد الإمارات، وانتشر أخبار كتير جدا عنها بعد انفصالها من لاعب الكرة محمد زيدان اللي كان طبعا بينهم قصة حب، وطلعت قالت خلاص كل شيء اسمه نصيب وهو في حاله وأنا في حالي. وللأسف بعد كده انتشر أخبار عديدة إنها اتجوزت من أحمد أبو هشيمة، وإنها كانت سبب انفصاله من ياسمين صبري، وطلع برضو قالوا إن كل دي شائعات يا جماعة ما تصدقوش. برضو انتشر صور ليها مع الفنان أحمد صلاح السعدني وهو بيلبسها الدبلة، وقالت يا جماعة ده كان خاتم جايبه ليا في عيد ميلادي، وأحمد زي أخويا ومتربيين مع بعض، وكان ساكن في الشقة اللي قصادنا في شقة والدتي سنين طويلة، وأحمد زي أخويا بالظبط، ما فيش لا بيني ولا بينه أي ارتباط ولا أي شيء. للأسف مي عز الدين انتشر أخبار إنها مصابة بمرض السرطان، وده بعد ما نشرت صورة ليها بشكل باين عليه يعني التعب، وكانت نحيفة جدا. قالوا إن بسبب عمليات التجميل اللي كانت بتعملها، وبسبب إنها عملت عملية قوام نحت قوام، أصيبت بمرض السرطان، وده طبعا كله ما كانش ليه أساس من الصحة. خرجت والدتها ونفته وقالت حرام عليكم بلاش تتكلموا عليها كده. الصورة اللي ظهرت بيها مي عز الدين دي كانت تعبانة وكانت خارجة من المستشفى، وإنها كانت بتجري عملية المرارة. وللأسف لما عملت فحوصات أخبار انتشرت إنها أصيبت بمرض السرطان، وجمهورها وصاحبتها إيمان طلبت من الجمهور، طلعت ردت على الجمهور اللي بيتهمها بعمليات التجميل وعمليات النحت القوام والكلام ده، وقالت حرام عليكم ادعوا لمي عز الدين لأنها كانت بتجري عملية جراحية بالمستشفى. وما تداول بقى ان مي عز الدين اتوفت، مي عز الدين بتموت، الكلام ده كله ليس ليه اساس من الصحة. حبيت اعمل فيديو عشان اوضح لحضراتكم حقيقة ما تداول على صفحات السوشيال ميديا. مي عز الدين على قيد الحياة، يمكن بتجري عملية، يمكن عندها وعكة صحية، لكنها على قيد الحياة. أتمنى أكون وفيتكم بحقيقة الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا، وطمنتكم على الجميلة مي عز الدين. ادعوا لها بالشفاء العاجل. شكرا لكم.